اسالك عم تشتري له مصروف وكذا وتاكل وكذا وكل شيء. اكيد هو مش شو مش بده ياكل وبده يتحكم وبده انا بدي اقول لك شغله ممكن لو تستقبلها مني بشكل راقي راح اقولها للامانه. شوف، انت الان في حيفا صح؟ لا، في الخليل. المهم في الخليل نفس الشيء. المهم في الخليل ولا حيفا، اخوتنا الفلسطينيه يلي في الداخل انتم صح؟ اوكي احكي. هل تعلم معلومه جدا قويه ما بدي اخذها منك، وانا اقولها بشكل حقيقي حتى لو لم توافقني عليها. كل الشعوب العربيه يلي يريدون تحريرك انت بحيفا والخليل، راتبهم ما يتعدى الطعام اللي تصرفه على كلبك هذا. لا لا، في عندنا مثال، اعطيك مثال. راتب السوري $10 في قلب دمشق. قديش تصرف على كلبك كفلسطيني والسوري يريد يحررك؟ قديش تصرف على كلبك شهريا؟ كم دولار؟ شو كم دولار؟ كلب محتاج اكل شهريا، محتاج تطعيم، محتاج اشي اساسيين. كم دولار يعني؟ كم دولار؟ يعني $100 $150. $150 اكثر من راتب الجزائري والسوري اللي يريد تحريرك انت مو الكلب. شو مالك يا زلمه؟ انت مالك علي؟ ولك مش ضدك، انا مش ضدك. في شعوب اليوم شو يقولون؟ يقولون ابن الجليل وابن الخليل وابن حيفا، يقول لك مظلومين بدنا نحررهم، وانت عم تصرف على كلبك اكثر منا اللي يريدين يحررونكم. انت متخيل المعادله كيف؟ لما التحرير احنا بدناش اياه منهم. برافو. مش منهم.